السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. شامين؟ اقسم بالله العظيم يا ريت. يعني فعلا الفيديوهات دي بتطلع ريحة الاكل كمان الحلو ده. تحفة قوي. اسرع مكرونة بالخضار حلوة، الريحة جبارة والطعم فوق الخيال. والله العظيم ما تتخيلوا ان هي ما فيهاش لحمة ولا فراخ، ومطلعة ريحة ملهاش حل. يلا بينا نشوف المكونات مع بعض لانها بسيطة جدا. خضار حلو للاطفال ومفيد جدا، فيلا نعمل احلى مكرونة بالخضار. معايا عدد من 3 4 طماطمات كده متقطعين مكعبات على حسب كمية المكرونة اللي انت هتعمليها. تقدري تحطي الخضار. معايا كيلو من المكرونة، حطيت عليه 4 طماطمات كبار متقطعين مكعبات صغيرة. هحط كل الخضار ده على المكرونة، بس خطوة بخطوة نقطع مع بعض كل الخضار اللي قدامنا الأول. وإن شاء الله طعمها يعجبكم جدا لأنها بسيطة وفعلا موفرة على قد الإيد، بترمي معايا كمية كبيرة قوي. كمان طعمها جديد، حلو للأطفال، مغذي، فيه كمية خضار زي ما انتم شايفين: بصل وثوم، جزر، فلفل أخضر، فلفل أحمر، وفلفل أصفر. مرضتش احط بطاطس وكوسة عشان المكرونة بتاخد سوا معايا شوية وهي بتبقى نية كده من غير سليق. فحبيت تكون كده خضار يستحمل يعني. بس لو حبيتي تحطي مكعبات بطاطس ومكعبات كوسة، تحطي جزر، تحطي فاصوليا خضراء، المكرونة دي بتقدر تلم كمية خضار حلوة قوي قوي. وكمان طعمها بصراحة والله ولا ريحتها كانت قلب الشقة عندي وكانت خطيرة بصراحة. آه هقطع بقى. كان عندي، ما كانش عندي فلفل احمر زي الاصفر ده كده، فكان عندي واحده كده في وسط الاخضر كده محمره، رحت مقطعاها بس بتدي تيست وطعم عالي قوي. حابه تحطي برضو فلفل حامي، شطه يعني، حطي، ما فيش مشكله. تقدري تحطي في الوصفه دي، قلت لك الخضار اللي انت عايزاه. عايزه تحطي مكعبات لحم مكعبات فراخ مع الخضار في قلب المكرونه، ما فيش مشكله. بس انا حبيت النهارده اعملها اقتصاديه وكمان طعمها حلو قوي. هنحمر جنبها بطاطس ونطلع طبق مخلل من اللفت الحلو اللي احنا مخللينه مع بعض. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم لانها بجد حلوه جدا وخطيره، طعمها تحفه قوي. هقطع كمان الفلفل الاخضر معايا لمكعبات وسط كده، كله متقطع. بحاول على قدر الامكان ان اقطع قطع متساويه عشان كله يدي شكل حلو وكمان يدي طعم كويس جدا. الجزر اللي معايا تقدري تبشريه وتقدري تقطعيه مكعبات. انا الصراحه حبيت ان انا اقطعه مكعبات صغيره برضو بحجم الطماطم والفلفل علشان يديني تيست وطعم عالي. وكمان وهو مبشور هيدوب بسرعه في قلب الصلصه وهيدوب بسرعه في قلب المكرونه. تعالوا بينا نقول المكونات على بعضها تاني، وان شاء الله هكتبها لكم في صندوق الوصف. معايا كيلو من المكرونه الصغيره او المكرونه اي نوع تحبوه. معايا عدد 2 بصله وسط او بصلايه كبيره. معايا فلفلايه صفرة كبيره وفلفل احمر، فلفل اخضر، طماطم، جزر، توم. معايا كمان 3 معالق من الصلصه اللي هي اللي بتبقى الجاهزه المعلبه. وبالنسبة للتوابل هقولها لكم ان شاء الله، عبارة عن توم بودر، بصل بودر، كل ده معلقة، نص معلقة صغيرة من بتاعة الشاي، نص معلقة صغيرة من البصل بودر والثوم البودر، من البابريكا، من الشطة، والشطة دي اختياري، من الفلفل الاسود، من الكاري، ومن الكركم. بيدوا طعم عالي جدا بصراحة، بيدوا طعم تحفة قوي. الجزر اهو، انا قطعت كل الخضار التاني في طبق، وهقطع كمان الجزر والثوم في طبق زي ما انتم شايفين بقطع مكعبات عامله ازاي. كمان معايا في الوصفه مكعبين من مرقه الدجاج، لو عندك شوربه في الفريزر مخزناه تقدري تحطيها، بتدي طعم حلو قوي. ما عندكيش حطي مكعب مرقه دجاج زي ما انا حطيت. وكمان كنت حاطه الكاتل جنبي زي ما انتم شايفين كده على الرخامه، كنت بسخن فيه ميه عشان لازم الوصفه دي ينزل عليها ميه مغليه لان المكرونه معايا نيه. عشان تطلع معاكي مفرفرة كده ولونها حلو لازم ينزل عليها لازم ينزل عليها مية مغلية. تمام كده. ادي الجزر وادي الثوم
وبقطع كمان التوم لقطع صغيرة. انا حبيت احس بطعمه في قلب الاكل، بيفرق جدا في طعم المكرونة. برضو البصل هقطعه مكعبات صغيرة. فالخضار كله متقطع معايا مش مبشور. ممكن ابشر، انا ممكن ابشر البصل والجزر، بس انا عايزة سبحان الله تست التقطيع الصغير ده بيفرق قوي عن المبشور. بياخد راحته كده في السوا، مش بينهرى بسرعة في الاكل او بيستوي بسرعة. بيدي طعم حلو قوي وهو متقطع مكعبات في المكرونة. سواء ادي المكرونة. هحط بقى شوية من الزيت، حوالي ربع كوباية من الزيت، وهو ده كمية الدهون اللي انا هستخدمها في الوصفة كلها يعني. حطيت ربع كوباية من الزيت، وأول ما تسخن معايا هقوم على طول نازلة بالمكرونة بتاعتي. وبعد ما انزل بالمكرونة هنشوف مع بعض هننزل بباقي المكونات اللي معايا كلها. لو لسه متابعاني لحد الآن يا ريت ما تنسيش اللايك، عشان هو اللي بيرفع الفيديو الناس كتير يشوفوه، وتكتبوا لي دعوة حلوة، وتكتبوا لي عايزين وصفات كتير تاني وانا اعملها لكم. واللي لسه مشتركش في القناه يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل الفيديوهات اللي انا بعملها. نزلت كميه المكرونه اللي عندي، كان عندي كيلو مكرونه صغيره او مكرونه معوجه حسب ما انتي بتحبي تستخدمي قد ايه. هنزل بقى كميه الخضار اللي عندي كلها. انا كنت بجهز الحاجه جنبي وراح اعمل طبق من التوابل اللي هقول لكم عليه اول ما اجي انزله على الوصفه ان شاء الله. حطيت الطماطم كل حاجه في جنب كده بس عشان يبقى المنظر حلو، لكن كله في النهايه هيتقلب يعني. انا كنت بحط كده في جنب عشان اخد الصورة اللي احطها على الفيديو من بره، فعشان كده كنت برصه بشكل كويس، لكن هو في النهاية كله هيتقلب على بعضه. حطيت الطماطم، وحطيت الخضار بتاعي الفلفل الالوان والفلفل الاخضر. هنزل بالجزر متقطع مكعبات صغيره، وبرده الثوم متقطع مكعبات صغيره، والبصل متقطع مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين على قد ما اقدر. خليت الخضار كله متساوي في الخضار المكرونه يعني. هنشوف بقى التوابل بتاعتنا عبارة عن ايه. التوابل بتاعتي كانت عبارة عن مكعبين من مرقة الدجاج، معلقة صغيرة من الملح، لان مكعبين مرقة الدجاج هيخلوا طعم المية او الشوربة حلوة. كمان حابة تزودي ملح زي ما انتي عايزة، بقى دوقي وشوفي ملحك ايه. حطيت بابريكا، فلفل اسود، كاري وكركم، وسبع بهارات. حطيت رشة بسيطة من سبع البهارات. نقول تاني التوابل مع بعض وبرضه هكتبها لكم في صندوق الوصف. مكعبين من مرقة الدجاج، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، كزبرة ناشفة بتدي طعم خطير، كاري وكركم وبابريكا وسبع بهارات، رشة بسيطة، والملح. حطيت معلقتين من الصلصة مليانين كبار، وهقلب كل ده مع بعضه. وادي الملح برضو الملح ده بيرجع لك انتي. حطيت ميه مغليه هغليها كده في الكتل. لازم نزود ميه مغليه، او لو هتحطي شوربه هتحطي شوربه مغليه. قلبت كل ده مع بعضه، المكرونه مع الطماطم والجزر والخضار، وبظبط الميه تكون يا دوب بس مغطيه وش المكرونه بتاعتي، لان انتي عندك طماطم وعندك فلفل وعندك بصل هينزلوا لسه الميه بتاعتهم. فهنحاول ان احنا ما نكترش الميه قوي، يا دوب بس يبقى مغطي الوش. انا بظبطه معاكم اهو، يغطي الوش، ما تكتريش اكتر من كده وتقولي اصل المكرونه نيه. صدقوني المكرونه هتستوي طالما واخده الميه الكويسه بتاعتها. فانا غطيت يا دوب بس الوش اتغطى معايا بالميه كده، ونزلت بالفلفل والطماطم والثوم والبصل، لان كل ده اصلا هينزل ميه. فعلى الميه اللي احنا عاملينها فيا دوب هتكون كويسه. اول ما تغلي معايا اول غلوه بوطي عليها، يلا بينا نغرف العظمه ده. اقسم بالله احلى اكله ممكن تعملوها، ريحه وطعم والله لا يقاوم بصراحه. الريحه خطيره، كانك شويه فراخ في الفرن، كانك عامله حاجه كده سبحان الله. في الاخر مكرونه بالخضار. ما نستقلش بالاكله دي لان طعمها حلو. تقدري بقى لو انت هتعملي بروتين جنبها تحمري فراخ، تسلقي قصدي لحمه وتحمريها، تعملي بانيه، تعملي كفته، اللي انت عايزاه اعمليه. بس المكرونه دي والله لو عملتيها في عزومه لا تشرفك، احلى من اي صينيه ممكن تعمليها. حمرت بطاطس وطلعت المخلل بتاعنا الجميل، ويلا بقى وداع للرجيم بعد المنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصراحه الشتاء عايزه الحاجات السخنه اللي بتدفي دي، وكمان طبق المخلل ده هيوديني في داهيه انا شخصيا لانه محطوط جنب اي حاجه. اللي بيحبوا الرجيم بقى ما يتفرجوش على الفيديو ده.
نصيحة مني يعني. انا جوعت وانا بصور يعني، وانا بمنتج جوعت، مع ان الفيديو ده بقاله يومين متصور. بألف هنا وشفا للي يجرب. يا رب دايما وصفاتي تكون عند حسن ظنكم. بحبكم جدا وشكرا على دعمكم المستمر ليا. دمتم بألف خير وربنا يديمكم نعمة في حياتي، ومع السلامة.